قبل أكثر من قرن الأجواء المغربية غادي تعرف واحد الاختراع اللي غير العالم. في هاد السلسلة غادي نتعرفوا على الطيران في المغرب. أحسن حاجة نبداو بها في هاد الحلقة الأولى هي شوية ديال التاريخ، نتعرفوا فيها على فوقاش أول طائرة عليها دليل تاريخي غادي تبان فوق الأجواء المغربية، شنو كانوا الاستخدامات ديال هاد الاختراع الجديد آنذاك، كيفاش غادي يتطور هاد الشيء حتى بانت الخطوط الملكية المغربية اللي كنعرفوها دابا. هاد الفيديو خدا منا بزاف ديال الوقت والجهد والبحث. نتمنى تشترك في القناة باش يوصلوك الحلقات الجايين ديال السلسلة وتخلي لنا الرأي ديالك واقتراحاتك، هادشي غادي يشجعنا نكملو. في بداية التوغل العسكري الفرنسي في المملكة وبالضبط في 1907 كتيبة الدعم التابعة للجيش الفرنسي متكونة من 57 جندي غادي توصل لمدينة الدار البيضاء، علامة منطاد الطائر واللي سماوها على سمية المدينة الدار البيضاء. كانوا كيستعملوا في مراقبة القوات الأرضية، ولكن من بعد 6 أشهر المنطاد ما غاديش يقدر يكمل المهام ديالو نظرا لحالة الطقس والأرياح القوية. الطبقة السياسية والرأي العام ما كانوش باغيين فرنسا تصيفط الطائرات والطيارين ديالها للمغرب خوفا من الاعتمادية ديالهم. غادي خصنا نستناو حتى لسبتمبر 1911 باش نشوفوا الطائرة بمحرك كتحرلق فوق سماء المملكة. الطائرة كانت من نوع بغيكي واللي ما كانتش تابعة للجيش الفرنسي وإنما جريدة لو بتي جورنال. غادي يتم الشحن ديالها بحرا للدار البيضاء بمساعدة البحرية الفرنسية، ومن بعد رحلة دامت 9 أيام الطائرة وصلت للمغرب. طيار هنري بريجي غادي يقوم برحلة 90 كيلومتر من الدار البيضاء للرباط خلال 55 دقيقة، ورحلات تجريبية أخرى فوق الدار البيضاء مكناس فاس انطلاقا من الرباط. من بعد شهر تقريبا طائرة أخرى من نوع دي بيردوسون غادي تطلع من وجدة، مهمة استطلاعية باش تساعد القوات الأرضية في التقدم في نواحي عين بن مطهر. الهدف من هذه الرحلات كان من الدرجة الأولى إشهار ومحاولة إقناع البرلمان الفرنسي والرأي العام بأن الطيران عنده بلاصتو في المغرب. هاد الرحلات بينوا على بعض المشاكل اللي عانوا منهم هاد الطائرات نظرا لأحوال الطقس، حيث أنه الحرارة في المغرب كتأثر سلبا على المحركات وحتى الأرياح العنيفة اللي كتزيد من صعوبة الطيران. هادشي ما غاديش يمنع وزارة الحرب آنذاك أنها تبدا تفكر في استخدام الطيران في المغرب بهدف اكتشاف مناطق جديدة، مهمات استطلاعية وخلق خطوط لتوصيل البارد. من بعد مدة الطائرات غادي يتم استخدامها حتى في غارات جوية ضد المقاومين. 25 فبراير 1912 غادي تأسس أول قسم طيران في الدار البيضاء كيضم 6 طائرات بليغيو 11، وغادي يتم بناء 2 هانغارز و4 ملاجئ خفيفة، بالإضافة أنه غادي يتم تهيئ أراضي في الدار البيضاء والرباط ومراكز طيران أخرى غادي تأسس في فاس ووجدة. سنتين من بعد دخول الطيران للمغرب بشكل رسمي بزاف ديال الطيارين رفعوا تقارير للقيادة وكيتشكاو فيها من مشاكل تقنية وعملية في طائرات بليغيو 11، بحال الغبار اللي كيدخل لخزانة الوقود، صعوبة الرؤية والمحرك اللي كيسخن بزاف كيف ذكرنا قبل. غادي نساليو من الطيران العسكري ونشوفوا دابا كيفاش غادي يبدا الطيران المدني في المغرب. ابتداء من 1918 خطوط جوية ديال البريد اولا ومن بعد الاشخاص غادي تربط فرنسا مع المستعمرات ديالها مرورا من المغرب. شركات بحال لاتيكوير اللي من بعد غادي تولي لايغو بوستال غادي تخصص في هذا المجال بخطوط جويه كتربط تولوز بالدار البيضاء، الدار البيضاء بدكار، مرورا باكادير طرفايه والداخله. الشركه كانت كتشغل مجموعه ديال الطائرات بحال البغيكي 14، لاتيكوير 26 ولاتيكوير 28. نقدروش نتكلموا على تاريخ الطيران المغربي بلا ما نتحدثوا على سوريا الشاوي. من مواليد 1936 غادي تولي اول امراه كتاخذ رخصه الطيران، وتولي أول امرأة بايلوت في المغرب الكبير ويمكن في أفريقيا كاملة، وهذا الشيء كان في عمرها غير 15 عام. هاد الشخصية غادي خصها حلقة بوحدها باش نعطيوها حقها. أما دابا غادي ندوزو لبعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط في 1946، وبظاهر شريف وبشراكة مع اير فرانس غادي تخرج للوجود اير اطلس بأسطول كيتكون أساسا من الان سي 702، جانكر 52، ام بي 161 والدي سي 3. كانت كتشغل خطوط داخلية ودولية، من بينهم خط جوي في موسم الحج من الدار البيضاء لمكة مرورا بالجزائر تونس والقاهرة. في 1948 شركة خاصة غادي تبان الواجهات تحت اسم اير ماروك بطائرات دي سي 3 سي 46 والسو 30. في 1953 اير ماروك واير اطلس غادي يندمجوا في شركة وحدة تحت اسم الشركة الشريفة للنقل الجوي، نفس الشركة اللي غادي تولي الخطوط الملكية المغربية في سنة 1957. شنو كان الاسطول ديال رويال اير ماروك انذاك، كيفاش تطور مع الوقت وشنو الخطوط اللي شغلاتهم الشركه، هادشي اللي غادي نشوفوه في الحلقه الجايه ان شاء الله.